السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمعوا بارك الله فيكم ماذا يقول هذا الشخص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كناية على انه البطل المجاهد في ساحة القتال، الهربان من الانفاق رايح له بيت يختبئ بيه، وتم ضبطه قدرا دوريا. هو كان رايح يهاجم دورية، وكان في معركة، كان في عملية عسكرية، وكله ما كذب هذا، كله بيقول ده ماشي رايح بيت ولا رايحين بيت، ودورية شفتهم كذا كذا كذا، فاطلقوا النار، راحوا اتخبوا، واللي كان معاهم قنبلتين عملوهم دكهم هذا فين بقى، ويلقوا بصدره ويقود ده هم ثلاثة، يقود ايه؟ ومش عملية رايح يهاجم، مش ده اللي بيقولوه كلهم بيقولوه، بس بننحت من هذا ان مات والبدله هذه، ده طالع من نفق رايح هناك او ساكن هناك ورايحين جايين وهكذا. هو القاتل قولوا لي انتم، هو رايح يهاجم دوريه ولا الدوريه اللي راته كذا وهاجمت؟ حتى وصل والله يقول لك ده حتى العصا رماها فين؟ تقول ده اللي بيقولوا بقى ده رد بقى قوي جدا على انه هو ما كانش واخد الناس للدروع البشريه. سمعتم ماذا قال؟ لا احترم كبر سنه، ولا احترم المسجد الذي هو فيه، ولا احترم هيئته وكذا، ويكذب. هو اشتبك معهم، هو كان يمشي، هو كان مدري. إذا كان أخوه النتن قال إنه تم قتل السنوار، وأنه اشتبكنا معه، وأنه حتى رمى بكل شيء وجاء يعني جاهد حتى الرمق الأخير، حتى عصا السنوار أصبحت مثلا يضرب بها المثل، جاهدهم بكل شيء. وإلا أي واحد في ذاك الموقف كان استسلم، رفع الراية البيضاء لكن ما استسلم أبدا، حتى بالعصا رمى بالعصا إلى آخر رمق، وهو يقول هو أصلا اشتبك، هو جاهد، هو كذا هو كذا. لا حول ولا. طيب قبل ما تكذب وتقول هذا الكلام اسأل إخوانك الذين قتلوه، اسألهم. ثم بعد ذلك يقولون هو المتسبب بدمار هذا الدمار كله. أي تسبب؟ وأي منذ أكثر من 70 سنة وهو المتسبب. أين مجزرة صبرا وشاتيلا؟ أين إحراقهم للقدس وقتلهم في الخليل، مجزرة الخليل؟ وأين كذا وأين اكتب فقط اكتب بس مجازر اليهود منذ عشرات السنين ماذا فعلوا؟ أنت اكتب وانظر ماذا فعلوا. ويقول هو المتسبب. أي متسبب؟ هؤلاء يهرون بما لا يعرفون. بارك الله فيكم. أي متسبب؟ هذه مخطط لها من زمان، قتل مرسي، تدمير الأنفاق، تدمير كذا، كل من ذلك عشان حصار لغزة، كل ذلك من أجل حصار لغزة. قتلهم لمرسي، تفجير الأنفاق، قفل الأنفاق، دمر الأنفاق، هذا وكذا، من أجل ذلك بارك الله فيكم، من أجل. ثم يقولون خوارج. طيب لما خرج السيسي على مرسي ما رأيناكم تكلموا، ما رأيناكم أبدا تتكلمون أن هذا خروج وأن السيسي خارجي وكذا وكذا وكذا. الله المستعان. هذا أمر. الأمر الثاني يقولون هم استعانوا بإيران، استعانوا بالرافضة، استعانوا بالشيعة، استعانوا. طيب فرضنا يعني نفرض جدلا أن الشيعة وأن أهل إيران كلهم، فرضنا جدلا كلهم كفار، هيا فرضنا جدلا أنهم كفار، مشينا معكم. طيب استعانوا بكافر ضد كافر ضد كافر. لما دخل صدام الكويت قبل سنين عديدة وأزمنة مديدة استعانوا بأكثر من 30 دولة وكلهم كفار ضد من؟ ضد مسلمين، ضد أهل العراق، أهل الإسلام. ما رأيناكم تكلمتم أبدا أنه الاستعانة بالكافر ضد المسلم، بالعكس جئتم بالفتاوى وأنه يجوز وأنه كذا وأنه. سبحان الله.
أين عقولكم؟ أين عقول؟ والله بان النفاق عيانا بان النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هم لما استعانوا، طيب هب أنهم استعانوا بالكفار، كافر ضد كافر، فخار زي ما يقولوا يكسر بعضه. طيب أنتم استعنتوا بكفار ضد مسلمين وأجبتم بالأدلة، يعني حقكم حق، كما قيل حقكم حق وحق الغير مرق. يا أخي إذا أردت أن تتكلم اتكلم بالصدق أو اسكت. احترم سنك، احترم مظهرك، احترم البيت المقدس الذي أنت فيه، المسجد أعظم البيوت إلى الله مساجدها. يا أخي احترم هذا كله بدل ما تكذب. وقبل ما تكذب وكذا اسأل أخوتك كيف قتلوه، كيف كذا، وكيف قاوم الرجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما أردت أن أقوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.